اكيد كتير منكم شافوا فيلم تراب الماس، وازاي ان البطل كان بيستخدم تراب الماس في انه ينتقم من الناس اللي ظلموه. وعلى الرغم من ان دي قصة خيالية، الا ان الماس فعلا ليه جانب مظلم، سواء بارتباطه بالحياة الملكية والسلطة، او ان بعض الماسات ليها لعنة بتصيب اللي بيمسكها واللي بيمتلكها. واول حاجة هنبتدي بيها هي ماسة اليوبيل الذهبي، ودي بقى يا طويل العمر وزنها 545 قيراط، وتعتبر من اكبر ماسات العالم. وكان وزن الماسة دي أول ما اكتشفوها في جنوب أفريقيا 755 قيراط، والكلام ده كان سنة 86 أيام البركة يعني. واللي اتكلف بقطع الماسة دي واحد من أشهر الناس اللي بتقطع ألماس في العالم كله، بس اسمه الحقيقة صعب شوية، جابرييل حاجة كده، هخليه يكتبوه قدامكم على الشاشة. وقعد سنتين بحالهم عشان يوصلها لشكلها النهائي، وبعدين اشتراها مجموعة من رجال الأعمال سنة 95 وادوها هدية لملك تايلاند بسبب العيد ال50 لتتويجه. يعني زي ما انت واصحابك بتشتركوا عشان تشتروا ربع جنيه دهب تديه لمديرك في الشغل، هما بقى اشتركوا مع بعض كده واشتروا اغلى ماسه في العالم عشان يدوها للملك هديه، وعشان كده اتسمت ماسه اليوبيل الذهبي. وبعد كده نيجي لماسه كولينن، ودي برضو لقوها في جنوب افريقيا بس سنه 1905، ودي بقى في حالتها الخام كانت ما شاء الله 3100 قيراط. وفي سنه 1907 جت الحكومه الاستعماريه وادت الالمظايا هديه للملك البريطاني ادوارد السابع احتفالا بعيد ميلاده، واتسمت الماسه على اسم مؤسس المنجم توماس كولينن. والماسة دي عشان كانت كبيرة جدا اتقطعت ل9 ماسات كبيرة و96 ماسة صغيرة، منهم ماسة كولينن 1 اللي تعتبر أكبر ماسة كلير كات في العالم، وزنها حوالي 530 قيراط، وسعرها أكتر من 54 مليون دولار، وموجودة دلوقتي في صولجان العاهل البريطاني. تاني ماسة بقى من الماسات ال9 هي ماسة كولينن 2، واللي وزنها 317 قيراط، اللي موجوده دلوقتي في تاج الملك تشارلز ملك بريطانيا، واللي ظهرت في مراسم التتويج الاخيره. وبالمناسبه ماسه كولينن دي اللي اتسمت عليها العربيه الرويز رويس كولينن، اللي ثمنها دلوقتي اكتر من 35 مليون جنيه، فما بالك بقى بالماسه نفسها. وفي بقى ماسه الموسيفى الحمراء، ودي اكتشفوها في البرازيل سنه 1990، وكان وزنها ساعه لما اكتشفوها 5.1 قيراط. تتميز الماسة دي إن هي أكبر ماسة لونها أحمر في العالم كله، وده أصلاً أكتر لون نادر في الألماس، عشان كده بيوصفها علماء الجواهر والأحجار الكريمة إن دي من أجمل قطع الماس اللي موجودة في العالم. في ماسات قصصها مليانة مآسي وكوارث على الناس اللي مسكتها وامتلكتها، زي ماسة بلاك أورليف. الماسة دي كان لونها أسود وكان وزنها 67.5 قيراط، وكان الهندوس بيعتبروها هي عين الآلهة بتاعتهم، عشان كده سرقها احد الرهبان من الهند، ومن هنا الماسه دي بقت ملعونه. وخد عندك يا طويل العمر، الراهب اللي سرق الماسه دي اتقتل بعد ما باعها. وبعدين اول تاجر الماظ خدها من الهند لامريكا رمى نفسه من فوق برج في نيويورك. بعدين امتلكها اميرتين من روسيا، بعدها على طول انتحروا من فوق برج، بس المره دي كل واحده لوحدها. وبعدين اشتراها واحد اسمه وينسون وقطعها ل3 قطع عشان يكسر اللعنه، وبعد كده محدش مات بسبب الماسه دي. وبعد كده نيجي لاخر ماسه وهي ماسه الامل، وهي ما فيهاش امل قوي يعني، لان كل اللي توارثوها ماتوا بطرق مأساويه. بيعود اصل الماسه دي للهند، ويقدر وزنها ب 45 قيراط. وسنه 1668 جه تاجر فرنسي باعها للملك لويس الرابع عشر، اللي شهد عهده ترصيع التاج الملكي الفرنسي بالألماظة دي. وبعديها بسنين كتير الماسة دي تتسرق من دولاب الملابس الوطنية في الثورة الفرنسية، وسبحان الله تظهر تاني سنة 1830 بس المرة دي في بريطانيا. وكمان مش عاتقين حاجة ما شاء الله، مقطعينها 3 حتت، وبعديها تتباع للمصرفي الشهير هنري فيليب هوب، ومن هنا اتسمت هوب دايموند اللي هي ماسة الأمل يعني. وتفضل الماسة دي مع العيلة لسنوات كتيرة جدا، لكن ابن هوب باعها للورد فرانسيس، وتبتدي اللعنة من أول هنا. والماسة هنا تقعد تتنقل من عيلة حاكمة لعيلة غنية ومعاهم المصايب. واحكي لكم بقى شوية من المصايب دي، ونبتدي بقى بالملكة الفرنسية ماري أنطوانيت اللي اتعدمت بالمقصلة وقطعوا راسها يعني، وبعديها الملك لويس السادس عشر اللي برضه اتعدم بالمقصلة. وما ننساش سيدة المجتمع الأمريكية إيفلين ماكلين اللي اشترت الماسة سنة 1911 وقالت إن هي هتوقف اللعنة، لحد ما ابنها اتقتل في حادث عربية وبنتها توفت بسبب جرعة زيادة من المخدرات. ومش بس كده، ده كمان جوزها خانها مع ست تانية،
لحد ما الست يا عيني تتجنن وتموت لوحدها في مصحة للأمراض العقلية. ومش بس كده، ده حتى الراجل اللي خد الماسة دي بعد ما الست دي توفت للمكان اللي هي هتتعرض فيه، رجله اتكسرت في حادثة وبيته اتحرق بعديها بفترة. وانا الصراحة خايف احط صورة الماسة دي لا يحصل لنا احنا كمان حاجة، بس الحمد لله هي محفوظة في معهد في امريكا بعيد عننا، احنا مش ناقصين. طب هل فعلا بقى بجد يعني في ماس ملعون؟ الحقيقة لا. الألماس عشان غالي ونادر وبيداعب مشاعر الأغنياء، فهم بيحبوا القصص المثيرة، عشان كده الماسات الغالية بيتعمل حواليها قصص وأساطير، والأساطير دي بقى هي اللي بترفع سعرها في وسط الفئة الملكية والأغنياء والناس اللي بتحبوا يشتري الحاجات دي. وحكاوي الألماظ ما بتخلص، فقولوا لنا كده في التعليقات نفسكم تعرفوا إيه تاني. كان معاكم دكتور ياسر الطويل في حلقة مثيرة جدا من الجواهرجي، وربنا يسترها علينا.